انا قالوا لين انت صحفي لازم ينكت لك رساله لان انت المحرض على هذه التظاهر وانت سبب الشغب يعني تقريبا 5 زادوا وما اعدادهم مش قد لان واحد ظل ينخف صاحبه فلما صرت الارهابي وانا سبب التظاهره اخذوا غراضي طبعا معداتي مال هذا هوياتي واخر شيء قال لي هاي راح نختمها لك بدفره حتى ما تنسانا نهائيا هاي الدفره لك حتى انه انتم قيمتكم صحفيين انتم والقنادر هيك قال لي هاي اخر شيء ختمها. هذا الاخ اللي يعني البطل الصنديدي اللي صار علي اللي هذا يعني جماعته اللي 5 وكيلو قالوا هاي لازم تعطيه طابع حتى بعد يتوب يعني يصورنا او يحكي علينا. وين ضربوك وين؟ تعرضت لضرب براسي انا وبايدي مرافق ايدي يعني شاب رئيس تنطلق الكثير من التصريحات المسؤولين يقولون السلطه الرابعه والحمايه للصحفيين، تعاون الاجهزه الامنيه، وين التعاون ده؟ والله هو حتى قلت لك انت العفو يعني انه انت تقديمات المسؤولين يعني انا طالع اشياء كمان متقطعه فقال لي انا المسؤول هنا وما حد يمشي علي وش ما تسوون احنا هنا كيفنا انتم ناس خطر على المجتمع وانتم لازم. هو يعني ما صار شغب يعني هم ارادوا يفرقوا المتظاهرين وتفاجأت بالضربه مالتي يعني من قبل الشرطه. يعني تفاجأت انا واقف جاي احكي ويا جماعتي ما احس الضربه براسي يعني تفاجأت وشنو السبب ما ادري. احنا هي وقفتنا حياديتنا هي نضرب عليهم من الشرطه اللي احنا المفروض نحتمي بهم التصريحات الاخيره من رئيس الوزراء بانه يكفل حريه الصحفيين والحريه المواطن. بس احنا يعني النوبه انا معروف يعني كصحفي معروف كاميرتي باجي يعني تفاجأت يعني ما ادري الضربه مقصوده وهسه يعني خياطين براسي وخذوا لي اشاعه وشوي الوضع يعني احس شوي تعبان يعني الضربه براسي. محمد عيدها بجي